السلام عليكم، معكم ستريمر عمرو. والنهاردة اتكلم عن الشخصيات اللي هي اليونيفرسال اللي هي الكوني. في الفيديوهين اللي فاتوا قلنا اتكلمنا عن الشخصيات اللي هي السبيد اللي هي السرعة، والشخصيات اللي هي الكومبات اللي هي المقاتلة متهيألي. الفيديو ده قلنا هنتكلم عن اليونيفرسال، والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن اللي هم البلاست الأشعة. تمام، انا قلت البلاست اخليها اخر حاجة لان هم بيبقوا ناس كتير، فقلت اخليها ايه لاخر حاجه عشان الفيديو هيبقى كبير شويه. النهارده بقى هتكلم معاكم عن الشخصيات اللي هي اليونيفرسال او اللي هي الكوني. اول شخصيه اللي تقدر تجمع لها بالبايوز من الستوري او اللي هي القصه. هنا عندك يعني الشخصيات اللي تستاهل ان انت تعرف تجمع لها. بلاك بولت. بلاك بولت يعتبر من الشخصيات الجامده جدا، يعني الناس لها في اخر يونيفورم ليها. بيعمل اميونيتي 5 ثواني. بيعمل اميونيتي 5 ثواني، خدت بالك من التيرتو بتاعته 5 ثواني اميونيتي، ده غير البونus دامج اللي بيطلعها. وده طبعا يعني ده في ناس كتير بيدخلوا لي فيه في التايم لاين. بيدخلوا لي كتير قوي موجودين في التايم لاين. بلاك بولت بيبقى نازل باليونيفورم بتاعه، ان طبعا لو هتجيب له هيجيب له اليونيفورم بتاعه لانه هو بيفرق معاه جامد. تمام. نشوف كده. طيب اشوف بفاصل اليونيفورم ايه. انكريز دامج باي 120%، يعني الضربة بتزيد 120% زيادة كل 8 ثواني. ودي حاجة لوحدها مش سهلة أصلا إن هي تبقى موجودة على شخصية، إنك مش هتلاقيها على غيره. يعني لو بصيت في كذا شخصية تانية عمرك ما هتلاقيها موجودة غير على بلاك بولت، اللي هي ال120 ثانية، يعني 120% دي فور وان أتاك في اليونيفورم. تمام. دي يعتبر اول شخصيه الواحد يعرف يجمع لها من اليونيفرسال من الستوري. تاني حاجه ممكن سور تجمع له، ده طبعا لو هتجيب له اليونيفورم، لو تطلعه تير 2 او الناس اللي بدات فيه في اللي هي القصه، بيبقى معاك في الاول كده، يبقى فيه اللي هي قصه بتقعد معاك 30 يوم او مش عارف قد ايه لحد ما تخلصها، يعني انها بتطلع لك هيرو يبقى من ضمنهم ايرون فيست و... وثور بيبقى موجود معاهم، بلاك بانثر وبليد. فيعني الناس اللي بدأت في الصور، الناس اللي بتعمل في صور تطلعه طبعا، بس لازم تجيب له اليونيفورم بتاعه الأخير برضو، لأن هو بيفرق معاه جامد قوي. تمام. وفي الضربات بتاعته بالذات ان هو بيعمل بريست ارمور، يعني مثلا لو عليك شيلد، هو يقدر يخترق الشيلد ده على طول، كأن مفيش شيلد اصلا. ان لو خدت بالك من الضربات بتاعته برضو، آه، الضربات بتاعته برضو جامدة من شوية، بس طبعا لازم اليونيفورم بتاعه لو هتطلعه تير 2 طبعا، غير كده ما تطلعهوش. يعني انا سايبه عندي كده ملوش اي لازمة، يا دوبك بس يبقى بيساعد في التيم بس، يعني لسه ايه، مش من ضمن اولوياتي ان انا اطلعه حاليا يعني. تمام. دي شخصية اللي تعرف تجمع لها من الستوري. اظن ما فيش شخصيات تانية تعرف تجمع لها من الستوري اللي هي تستاهل انت تضيع عليها انرجي، ان في شخصيات تانية اولى بيها. تمام. هي لو حد هيطلع هيلا. طبعا يعني هي ناس بيقولوا ان هي خسارة فيها الفلوس، الجولد يعني. بس الليدرشيب بتاعتها، وهي يعني لو هتطلعها ليدرشيب، بس حطها ليدر ان هي بتزود 45% انرجي اتاك بعد ما تطلع رانك 60، رانك ليفل 60 يعني، او رانك 6. تمام. في الماستري بتاعها كل مرة بيزيد هنا في الليدرشيب بتاعتها. تمام. دي الشخصيات بس اللي تعرف تجمع لها من الستوري. نتكلم بقى عن الشخصيات التانية اللي تعرف تجمع لها من البايوز اللي بتجيلك. يعني لو خدت بالك هنا في اليونيفرسال، هي في شخصيات كتيرة يعتبر في الجيم، بس يعني يعتبر في اليونيفرسال تحس ان هو مظلوم شوية، مفيش ان هي اصلا يعتبر لور للبوس اكترهم فيه، يعني بص ما تلاقيش غير كام كاركتر بالظبط قليلين، فدول بس اللي تقدر تجمع لهم. فارشح لك بقى بالنسبه للبايوز، هيبقى بالنسبه لك طبعا هيل ستورم اول حاجه، ولازم تطلع تير 2. الاميونيتي بتاعه 5 ثواني، بيعمل فاير دامج غبيه، بيعمل هيل في التير 2. بيعمل ريكفر 10% في التير 2 بتاعته. 10% يعني كل كام ثانيه، مش فاكر، كل 10 ثواني او 20 ثانيه. كل 10 ثواني بيعمل ريكفر 10%. لو حطيت له اوبليسك ريكفري هتزيد طبعا بزياده. تمام. وطبعا هتعلي له الديفنس، وهو كده كده بياخد اميونيتي 5 ثواني، تحط له انفنسبل، تحط له اي حاجه هتخليه يعيش اكتر وقت ممكن. تمام. وروبي رايز لسه بطلعه، هو ما اعرفش لسه يعني جوه عامل ازاي، بس طبعا في ناس بتنزل فيه عشان خاطر الناس اللي هي الليفل بتاعها عالي، بيطلعوه عشان خاطر لما بينزل لدورمامو بيبقى عنده اميونيتي 80% للفاير دامج، فدي حاجه كويسه يعني. تمام.
ومن الشخصيات برضو انا مفيش خسارة يعني، لو بعد ما طلعت البايظ على دولت يعني ما تطلعش بقى تاني يونيفرسال بايظ بالبايظ عليهم. تمام. هو طبعا روبي رايز تطلعوه، لو بالبايظ لو عرفت تطلعه، انا واحد من الناس بقى بجمع له دلوقتي البايظ بتاعته. في من ضمن الشخصيات التانية اللي تعرف تجمع لها برضو في اللي هي الريفت ديمنشن ريفتس. اول واحد عندك لوكي، هو برضو موجود. لوكي جامد برضو بالذات اليونيفورم بتاعه كمان بيساعده اكتر. بس هو من غير يونيفورم برضو يعرف ايه يقضي معاك غرض يعني، يمشي معاك. ورونان برضو مطلوب جدا لان هو على اساس ان هو فيلن، فبيساعدك في كذا حاجة ان هو فيلن، بالذات كمان في شادولاند يعدي لك فلور لوحده، لان مش سهل ان هو الواحد يلاقي فيلنز كتير ان هو يعدي بيهم. تمام. بعد يلو جاكيت طبعا. بس دي الشخصيات اللي هي اليونيفرسال اللي حبيت اتكلم معاكم عنها. وطبعا حاجة كمان، لو حبيت تطلع من الورلد بوس اللي هم زعماء العالم، اول ارشحه لك كورفس طبعا. يعني كفايه ان هو لو خدت بالك هنا بتاعته من الباسيف بتاعته، مش هقول لك التيرتو بتاعته، بص على الباسيف بتاعته. بعد ما يموت يطلع صحته 100% تاني وز ماكس اتش بي، يعني صحته مليانه للاخر. هي كل 5 دقايق بس، مش قضيه يعني، انت كده كده مش هتموت كل 5 دقايق يعني، بس هي مره. هي بالنسبه لك هي تبقى مره واحده، فان هو يموت ويطلع تاني دي يعني حاجة مش سهلة يعني، برضو ان انت يعني شخصية زي ده يموت ويطلع تاني. ده غير طبعا الضربة الأخيرة، هي يمكن عندك هنا ما تبانش، بس جوه تبقى immunity، بتبقى تقعد immunity 5 ثواني، ما بتضربش لمدة 5 ثواني. والضربة رقم 3 بتعمل stun أو paralyze، بتخليه ما يضربش. ودي اتنين دي ضربة انرجي جامدة جدا يعني. و... ودي بتنزل هما الناس التانية اللي معاه. تمام. هي التير 2 بتاعته كلها بونص دامج، والكاركترز نفسهم اللي هو بينزلها بتزيد كام في المية، بتزود 20% في المدة، و15% و15% زيادة. حلو يعني، مش وحشة. ده غير الدوجز اللي هو بتيجي فيه يعني دوجز. تمام. ولو هتحط له تحط له هي باور اوف انجري هالك، دي بتزود له يعني، خدت بالك من البونص، بس طبعا عشان انا الايزو بتاعي مش كامل، مش ماكس يعني. بيزود 40% في الاتاكس بتاعتك. هو محتاج اجنور ديفense عشان خاطر بيضرب كريتيكالز كتير، هي ضربات اكتر ضرباته بتبقى كريتيكالز، فعشان هو يونيفرسال يعني، فاكتر ضرباته بتبقى كريتيكالز، فبيحتاج اجنور ديفense عشان يضرب اكتر يعني. تمام. يبقى احنا قلنا اول شخصيه من الستوري بلاك بولت، وبعد كده ثور، وهيل ستورم لو هتطلع ببايظ، وبعد كده روبي رايز، وجوست راي... وكورفس جليف لو هتطلع من الورلد بوس. تمام. اول واحد عشان هيبقى بالنسبه لك يعتبر سهل، زي بروكسيما ومعلمين دولت. وطبعا هيبقى بعديها بروكسيما لو مش هتطلع اودين او سانوس او دورمامو. تمام. بس مفيش حاجه تانية تعرف تطلعها يعني، ان ايدك تطلعها، غير لو وصلت لستنا ممكن تطلعها كليدر شيب، بس كليدر شيب لان هي بتزود في الليدر شيب بتاعتها يعني. انا مطلعها ليدر شيب بس، مش مطلع حتى سكيلات ليها، عشان الليدر شيب بتاعتها بتزود 60% تو فاير دامج، فبحطها ليدر شيب لهيل ستورم. لو داخل العب في اي حاجه بحطها ليدر شيب بتاعته. تمام. فبتزود الدامج ب60% بتاعت الفاير بس. ودي الشخصيات اليونيفرسال اللي حبيت اتكلم معاكم عنها. وان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم عن البلاست، وهسجله دلوقتي وهرفع الاتنين ان شاء الله مع بعض. شكرا.